الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يعني ينفع كده؟ يرضيكوا كده نفضل واقفين طول النهار نعمل اكل وبعد الاكل نلاقي المنظر ده مستنينا؟ شايفين؟ طبعا المواعين دي بقى بتاع بعد الفطار ملهاش حل. هنعمل روتين مع بعض كده خفيف. يا رب اول روتين اعمله معاكم من المطبخ، يا رب ايه يعجبكم ونشجع بعض كده. ولو حد عنده مواعين يقوم يغسلها. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا احنا بنفضل نعمل كل حاجة قبل رمضان، بس دي ملهاش حل، دي لازم. لا بقى لو عندك غسالة بقى ولا كده بتحط طبعا حاجتك فيها بتريحك من الكلام ده. فاحنا ما عندناش غسالة فهنقف نغسل المواعين بقى بتاعتنا بتاع بعد الفطار دي مع بعضين. هوريكم برضو الاجواء بقى، الاجواء بتاعتنا على البوتاجاز. انا طبعا فضيت الاكل، واي اكل بقى اتبقى شيلته دخلته التلاجة. يعني اللي ينفع نفضيه فضيناه، واللي ما ينفعش سيبناه بالحلل بتاعته. دي بقى المواعين اللي اتفضيت. روقت هنا طبعا الرخامة، خليتها زي الفل كده. كنست الارض. هنخش بقى ايه على المواعين. بس قبل ما نخش على المواعين هنروح نعمل حاجة حلوة عشان لما نخلص المواعين نلاقي بقى حاجة نكافئ نفسنا بيها. يلا بينا بقى نعمل حاجة حلوة كده مع بعض. بس الأول صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله وحطوا لايك وكملوا الفيديو معايا للآخر. بصوا حبايبي بقى احنا هنعمل مهلبية ايه لقمر الدين. ده عصير المشمش والجزر اللي انا عملته معاكم على الفطار. طبعا اتبقى كتير نستغله في حاجة تانية. هنعمل بقى مهلبية قمر الدين كده، حاجة ايه تبقى حلوة في التلاجة للي يحب يحلي. هو السكر مظبوط، بس انا هزود حبة كده عشان هحط كمان كوباية مية كده كفاية. مش لازم نخلي الحاجة حلوة بزيادة عشان كل يوم في حلو وكل يوم في عصير عشان السكريات ما تزيدش عندنا يعني. هنا كوباية مية عشان ده يعتبر عصير خام. شوية المشمش اللي فرزناهم دول في الموسم بتاع المشمش نفعونا دلوقتي. الدنيا نار طبعا. ايه يعني لفة القمر الدين اللي هي حلوة تتجاب ب80 جنيه، اللي هي تقدر تقول عليها مشمش يعني. ندي بقى عصرة ليمونة كده. ده نص ليمونة مش ليمونة يعني كاملة عشان تديله مزازة. المفروض يبقى فيه فانيليا، ما جبتش انا فانيليا فعادي يعني مفيش مشاكل. نمشيها المرة دي كده. بصوا حبايبي دول 3 معالق نشا هرمية مليانين كده هرمية في حوالي نص كوباية مية. ننزل بالجبين كده. هنقلب بقى فيه كده لحد ما يربط عشان النشا ما يكلكعش معانا. خلصوا بقى وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بس يا حبايبي انا كده اهو ربط معايا وغليته كويس قوي عشان النشا اتاكدت ان النشا استوى. طبعا انا بحبه كده بالمستوى ده، لو انتوا بتحبوه اتقل ممكن تزودوا النشا شويه. هو لما يبرد هيتمسك شويه عن كده. بسم الله. هنعبيه بقى في البولات كده اهو
وهنسيبه يبرد ويهدى خالص، وبعدين ندخله التلاجة يسقع. ومعنا بقى اهوت للتزيين جوز هند وزبيب. طبعا الحاجات دي عندي من السنة اللي فاتت، السنة دي محدش راح عند الكلام ده، كنا بنروح بس نجيب الاسعار ونيجي. بس يا حبايب قلبي انا كده غرفتهم اهو. هنسيبه بقى يبرد خالص، وبعدين نبدأ نحط نزينه، عشان لو حطينا سخن كده ينزل في قلبي. يبرد ويجمد كده ويعمل طبقة من على الوش، عشان الجوز الهندي والزبيب ما يسقطش فيه كده من جوه. ويلا بينا بقى نروح على مش عارفة اسميها يلا بينا نروح على الحوض. اول حاجة يا حبايب قلبي نعملها، نشيل التفل ده ما نرموش في الحوض عشان ما يسدوش. ماشي، انا هشيله كده هرميه في الزبالة. نلم بقى كل حاجتنا كده في الحوض قدامنا، عشان نروق المكان اللي هنحط فيه المواعين اللي هنغسلها. ويلا بينا بقى نسمي الله كده، ونفتح المية ونمسك الليفة بتاعتنا. طبعا رمضان يعني هي دي حلاوة رمضان، احنا بنستناه بنبقى فرحانين بيه برضه عشان العبادة وعشان بهجته وعشان الايام الحلوة دي، لمة الفطار والكوبايات المشتلة بتطلع والاطباق المشتلة بتطلع. نحط كده الليفة ونصب، نغسل الكوبايات الاول ونشيلها، وبعد كده نخش على الباقي على الاطباق. نبدأ بالحاجات الرفيعة الاول. اخلص بقى الليلة دي وارجع لكم. ناخد بقى البوتاجاز معانا بالمرة كده، عشان انا هو مش وسخ، هو قدامكم انتوا شايفينه، بس انا مبحبوش عليه غبارة. نغسله طبعا وننضفه بالمرة كده اول باول، عشان يبقى المطبخ البوتاجاز ده هو بيبقى مراية المطبخ، يبقى شكله نضيف برضو مع باقي المطبخ. حطولي بقى لايك وادعولي دعوة حلوة كده في ظهر الغيب، ربنا كده يصلح حالنا وحالكم يا رب. ادعولي وهيبقى لكم بالمثل يعني، وانا هدعي لكم لما اسمع تعليقاتكم، هدعي لكم. انا محتاجه دعمكم، محتاجه دعواتكم، مش محتاجه اتكلم عن نفسي يعني، انا ما بحبش كده، بس اكبروا بخاطري يعني. بس يا حبايبي كده بقى البوتاجاز اهو بتاعنا نضيف اهو، وادي الحوض وادي مواعيننا غسلناها. هنسيبها بقى تصفي كده، بعدين نشيل كل حاجه في مكانها. نحطها هنا بقى طمطم، عشان حاجات كده تسليني وانا واقفه، وهنا عم مشكشك، وهنا بكار. الصور دي كانت عندي في الشقه السنه اللي فاتت، فبدل ما ارميها جبتها حطيتها هنا في المطبخ. هي شكلها برضو حلو ونضيفه يعني. حوض ده غسل ونضف، مفيهوش اي حاجه، منضفه من اي بواقي اكل او اي حاجه ما سبتهاش فيه. بس وادي القمر الدين بتاعنا، حطيت انا عليه الجوز الهندي والزبيب اهو. تهيألي بقى بعد اليوم الحلو ده يعني الواحد يستحق، مش عايز حاجه حلوه وعايز كوبايه شاي كده بالنعناع يظبط دماغه بقى بيه. اكافئ نفسي انا بقى بكوبايه شاي. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، يا رب كده تستفيدوا منه. واللي بيشوفنا بقى لأول مرة مشتركش في القناة يشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.